واتقي شر من أحسنت إليه، في مدينة رشيد في محافظة البحيرة. الشاب أحمد المسلماني. أحمد المسلماني تاجر مجوهرات وتاجر مشغولات ذهبية، وربنا موسع عليه وعنده كذا محل. أحمد المسلماني بيتمتع بخلق ما بين الناس، والناس كلها بتحبه، والناس كلها بتقول عليه طيب وابن حلال وجدع وشهم. أحمد المسلماني كان بيوضب لمحل في اسكندرية وكان هيفتحه قريب. أحمد المسلماني من فترة جاله شاب اسمه فارس عادل منسي. فارس قال له عايز اشتغل في المحل، شغله في المحل وأمنه واداله الأمان، وبدأ يدخله بيته ويديله المفاتيح. أحمد المسلماني جات عليه فترة ما كانش فاضل المحل، ولما رجع للمحل كان عنده شوية مشاكل، ولما رجع اكتشف إن في حاجات كتير ناقصة من المحل. اكتشف إن في 1.5 كيلو ذهب على حد قول معاذ المسلماني أخو أحمد المسلماني صاحب المحلات. 1.5 كيلو ذهب مختفي. لما بدأ يراجع كاميرات المحل لقى إن فارس بيسرق ما خف حمله وغلى ثمنه من المشغولات الذهبية. بدأ يجرد المحل ويجرد كل اللي فيه عشان يتأكد. برضه اكتشف سرقة 1.5 كيلو ذهب. طب يا حبيبي هات الذهب اللي عندك. لا مش هجيب الذهب اللي عندي يا حبيبي، الذهب بتاعنا. لا الذهب مش بتاعكو. اضطر أحمد المسلماني إن هو طبيعي زي أي حد يلجأ إنه يعمل محضر في فارس عادل منسي بسرقة مشغولات ذهبية من المحل بتاعه. وفارس عادل منسي خد حكم غيابي ب5 سنين حبس لأنه كان هربان. وطبعا في الفترة دي فارس كان بيبعت تهديدات لأحمد المسلماني عشان يتنازل عن القضية، وكان بيبعت تهديد لمرات أحمد المسلماني: هحزنك على أولادك، هحزنك على جوزك. وكان أحمد بما إنه بني آدم ملوش مشاكل مع حد وبني آدم مسالم، فكان بيفتكر إن الموضوع مجرد تهديد وخلاص، لحد ما جه يوم وقفة عيد الأضحى اللي فات. وزي ما انتم شايفين في الفيديو حضراتكم اللي قدامكم، العربية اللي خارجة من الشارع دي عربية أحمد المسلماني بعد ما خلص شغله، وكان معاه 2 في العربية: طفل صغير عنده 10 سنين وواحد شغال معاهم في المحل اسمه أحمد الديباني. كانوا واخدين الطفل عشان يوصلوه بعد كده يطلعوا على اسكندرية عشان يشوفوا التوضيبات اللي بتتم في المحل في اسكندرية. اتفاجئوا بفارس واقف لهم على نصة الشارع قدام العربية. ولو لاحظنا لما فارس جه بيسلم على أحمد المسلماني، أحمد سلم عليه عادي، مفيش أي حاجة ولا حاطط في دماغه إن في غدر هيحصل. ما كانش يعرف إن الإيد اللي ممدودة ليه بالسلام هي الإيد اللي هتعتدي عليه والإيد اللي هتبقى سبب نهايته. ولو حضراتكم لاحظتوا إن في واحد واقف ورا اسمه سيف بجلابية، ده كان متابع العربية وهي داخلة عشان خاطر تقريبا بيراقبوه وعاملين له كمين. بدأ فارس يتكلم مع أحمد وأحمد قاعد في العربية عادي زي ما انتم شايفين، ومش مدي خيانة لأي حاجة. كل اللي كان عايزه فارس إنه ينزل أحمد من العربية بأي شكل، يخليه ينزل من العربية عشان يحقق الهدف بتاعه. وفعلا نزل أحمد المسلماني من العربية وبدأ يحصل شد وجذب، وخصوصا من فارس. وحضراتكم شايفين ماسك أحمد ازاي، أكن أحمد هو المتهم وأكن أحمد هو اللي سرقه وأكن هو اللي له حق عند أحمد، مش هو اللي سارق أحمد المسلماني وسارق محل الذهب بتاعه. على ما أحمد الديباني صاحب أحمد المسلماني اللي كان معاه في العربية نزل عشان يشوف في إيه، كان بدأت المعركة تحصل. بدأ فارس يعتدي على أحمد المسلماني بسلاح أبيض، وبدأ يجي سيف اللي هو صاحبه اللي كان مستنيه بجلابية ورا دوت يجي من ورا هو كمان ويكتف أحمد المسلماني وبالمطوة على دماغه من ورا لغاية ما قطعوه. الاتنين قطعوه، حتى الراجل اللي كان نازل يحوش ما سلمش منهم وخد 60 غرزة في دراعه. طبعا المشهد اللي قدامكم ده حضراتكم حصل في ثواني، فالمشهد ما خدش ثواني وكان عملوا الاصابات اللي موجوده في احمد المسلماني. اتنقل للمستشفى زي ما انتم شايفين، ركب العربيه هو وصديقه اللي معاه وراحوا المستشفى. مفيش مستشفى في رشيد وكان يوم وقفه عيد الاضحى، مفيش مستشفى رضيت تقبلهم. طلعوا على اسكندريه واتحجز احمد ودخل العنايه المركزه في حاله حرجه، لان القطع اللي في دراعه والقطع اللي في رقبته في اورده وشرايين مؤديه للقلب والمخ اتقطعت في السكه، لدرجه ان في ناس بيقولوا ان السلاح اللي كان بيتضرب بيه احمد على دماغه من ورا اتكسر وبقى مرمي في الارض. واحمد المسلماني حالته كانت بتسوء يوم عن يوم وهو موجود في العنايه المركزه، وللاسف
أحمد المسلماني توفاه الله امبارح. أحمد المسلماني انتقل إلى الرفيق الأعلى امبارح. إنا لله وإنا إليه راجعون. معلش يعني أنت بني آدم، يعني أنا مش عارف هقول عليك إيه بصراحة. يعني أنا اللي عملوا كده يعني لازم يتعاقبوا أشد عقاب. حق أحمد المسلماني لازم يرجع. كلنا في ظهر قضية أحمد المسلماني، وإن شاء الله ربنا يصبر أهله ويعوضهم خير، وبإذن الله حقه يرجع بأمر الله.